هذه الوصفة اسمها بسبوسة، لازم تعتمدونها في رمضان، لأن مع كل لقمة تاخذ بوسة. ايوه تاخذ بوسة، ايش فيك منصدم؟ هشة ولذيذة وتذوب بالفم، يا عيني. لازم تدلع نفسك يا سيدي، شوف الطراوة، وتزينها بالقشطة وتذوب فمك. ايوه ايوه يا عيني، الله واه حلو والله بالعوال. اول شيء يا عمري تجيب صحن من صحونك وتجيب بيضه، اول مره اشوف بيضه في داخلها ثلج، غريب الصراحه، وترش رشه من الفانيليا وميكس ميكس ميكس، وتحط علبه قشطه، وبنفس علبه القشطه نحط كوب وربع سميد، وكوب حليب وبيكنج باودر، وبنفس علبه الزيت نحط زيت نباتي وميكس ميكس ميكس، نضربه بالخليط زي كذا، وجيب بايركس ونحط قاع رشه طحينيه، ومن ثم نحط طبقه اولى من الخليط ونحط قشطه، طبقه ثانيه ونحط طبقه اخيره من نفس الخليط اللي سويناه بالفرن لين يحتر درجه حراره 170 لمده نص ساعه، ونجيب حليب مكثف ونخفف حليب ونخزق الكيكه بهذا الشكل البسبوسه، ونرش الخفيق بهذا الشكل، وهذه النهايه طريه وهشه ولذ بسبوسه.